إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباحك وعسل. بتفتح مزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عدنا إليكم من جديد للأسف. للأسف فعلا. كانش نفسي أقعد مع البني آدم ده تاني، بس يعني الظروف مضطرة إن احنا نقعد سوا. دي الحلقة دي كانت من اقتراحاتكم على لينك صراحة اللي نزلناه قبل كده، وهنزله لكم تاني عشان لو حد عنده اقتراحات أو حابب نتكلم معاه عن حاجة معينة. والحلقة دي هتبقى عن حجز الكورة وما يمثله حجز الكورة للناس اللي بتحب تلعب كورة. وحرفيا أنا جبت لكم أصلح واحد ممكن يتكلم في النقطة دي، لأنه أكتر واحد شفته في حياتي بيلعب حجوزات كورة. فإزيك يا صفصف؟ أنا زي الفل يا هنزل. يعني أنت عامل إيه؟ أنا زي الفل. أنا أكيد مش هلاقي فرصة أحسن من دي إن أكلم حد كوير قدك. قول لي يا صفصف، انت حبيبي والله. انت حجز الكوره، مش هتكلم عن الكوره بقى، انا هتكلم عن حجز الكوره الخماسي. ابتدى معاك من امتى وابتدى معاك بايه؟ وليه اصلا حجز الكوره بالنسبه لنا كرجاله من وجهة نظرك هو حاجه زي الجنة؟ بص يا منزو، أنا الحوار بدأ معايا فعليا من وأنا صغير، وأكتوبر يعني. بص، إحنا كان في أكتوبر قصاد كل زمان، قصاد كل عمارة كان بيبقى فيه كده حتة فاضية، مم. فزي الصحراء مثلا. فإحنا أنا وأصحابي كنا فضينا الحتة ديت من الطوب وبتاع، فخليناها رملة بس، وكنا عاملين فيها. جبنا الأول كنا حاطين طوبتين كبار، الناحية ديت والناحية ديت، كنا عاملينها ملعب. لحد ما واحد صاحبنا ساهم وحرفيا جاب لنا جون وبتاع حدتين كده، وركبنا شبكة. وكان ده ملعب، وكنا بنأجره للناس على الشارع اللي جنبنا عادي. فده كان أول مرة مثلا لعبت فيها حجز خماسي بالمعنى الحرفي، كان في ملعب رملة، كنت عاملينه أنا وأصحابي. مم. فأنا الحجوزات كانت واخدة حيز كبير فشخ في حياتي من وأنا صغير، لأن أنا كنت دايما بصاحب ناس أكبر مني، عشان بس نلعب كورة. يعني كانت كل علاقتنا لعب الكورة مش أكتر. فأنا دايما كنت بروح أماكن غريبة فشخ وبعيدة فشخ عشان بس ألعب ساعة كورة وأرجع مثلا، أو ساعتين. فأنا فعليا علشان حوار الكورة ديت، أنا بالذات الحجوزات، فأنا لفيت أماكن غريبة فشخ فشخ بأمانة منزل، وكلها مواقف عبثية بجد. وانت عارف، وانت اكتر شخص عارف ايه هو العبث اللي بيحصل في الحجوزات الخماسي. سيبك من اللعب، في آه. جزء كبير فشخ من العبث ده، انت ممكن تقعد ميت على ظهر، نايم ميت من الضحك. من الجزء العبثي قبل كده، مثلا صحابي كانوا رايحين ملعب معين كده، راحوا هناك ما يعني كانوا حاجزين ساعة وبتاع. راحوا هناك ما الساعة كانت متاخدة. الراجل أخدهم في ملعب أقسم بالله رعب. ملعب كده عند حتة زراعية جنب المدافن تقريبا. العيال العيال كانت مرعوبة تقول اللي بيحصل بيموت. حرفيا. راحوا ملعب غريب فشخ ومرعب فشخ، وكان جنبهم أراضي زراعية وحاجات غريبة. فكل الحاجات دي تحصل فجأة، أنت مش هتكون مترتب لها يعني، فاهم؟ فهو بص ميزة من مزايا حجوزات الكورة إنها فعليا بتبقى عبثية بشكل حلو مش بشكل وحش. بص يا بنزو، بمناسبة الحوار ده، فأنا في مرة كنت رايح حتة في أرض اللواء اسمها سلم الكولديرة. مم. أنا سلم الكولدير ديت أول ما نزلتها هو على الدائري، فأنا أول ما نزلتها كنت رايح مع واحد صاحبي عشان نلعب حجز كورة. فأنا أول ما نزلتها بكل بساطة كده، وبنسمي الله والله العظيم، كنت أنا وأدهم ولقينا حصان. اقسم بالله مجرد ما نزلنا من على النزله بتاعت السلم علشان نسال بقى على الملعب فين، اقسم بالله لقينا حصان بيلف لوحده، وبيلف كده دايره، بيلف في دوائر كده لوحده، اقسم بالله في جنب برميل زباله. مم. فانا بجد شفت حاجات عبثيه كتير فشخ. ويوميها اليوم ده بالذات انت فكرتني لما قلت حته زراعيه، إحنا كنا بنلعب فعليا في وسط مزارع، يعني في وسط يميننا شجر شمالنا شجر، وحاجه غريبه فشخ. مم. كان يوم عجيب، كان في وانا واقف رجعت اقف جون كان دوري، فكان في حاجات بتعمل اصوات غريبه فشخ في الزرع ورايا. كنت مرعوب قوي والله. اقسم بالله كنت خايف وانا واقف جون اتخطف والله. كان في اصوات غريبه فشخ وانا واقف. ماشي فاهمك، متفاهم الموضوع. اه فيعني بس والله يا منزو،
طيب يعني احنا مثلا اتكلمنا عن شوية عن حجوزات الكورة بدأت من امتى وبدأت فين وكده. طيب مم. الحجوزات الكورة هي ليه بتمثل حاجة مهمة فشخ، أو مش حاجة مهمة فشخ قد ما هي حاجة مريحة قوي، أو الرجالة أو إحنا كناس بنحب الكورة بنحبها، وبتبقى حاجة كبيرة اللي هو أنت بتروح هناك كأنك بتروح عند ثيرابي، فاهم؟ بص يا بنزو، انا هقول لك خناقه انا بتخانقها يعني شبه يوميا مع امي بسبب حجوزات الكوره. مم. فاكر اليوم مثلا اللي احنا كنا اتقابلنا فيه اخر مره، انا من ضمن المشاكل اللي انا كنت بواجهها يومها كان عندي مشاكل كتير في البيت. من ضمنها كانت امي معلقه ان انت لسه نازل من تمرين، وامبارح كنت في حجز وعايز تنزل حجز تاني النهارده، ف... مم. وترجع تقول انا تعبان وتعبان وتعبان. فانا بقول لها دايما بتقول لي الكلمه دي، بتقول لي انت ليه بتعمل في نفسك كده، وليه بتروح الحجوزات، وليه ليه. فبقول لها كلمه واحده بس: انا لو كل يوم او كل ساعه قصادي ان انا العب حجز كوره فانا هلعب حجز الكوره. لان في حجز الكوره انا مجرد ما بنزل الملعب وبلمس الكوره انا نسيت كل مشاكلي. ساعه كامله او ساعتين كاملين انا كل المشاكل اللي في دماغي م- تايهه عني، انا مفيش حاجه بفكر فيها تماما غير الضحك اللي هضحكه في الملعب، غير التركيز اللي في الملعب، غير انا فاصل دماغي عن الواقع ومركز لمدة ساعتين أو ساعة في اللي أنا بعمله بس. مم. مهما هتربط، مهما هتعور، مهما أنا الحجز هيفضل دايما المكان اللي أنا ممكن أفضل فيه من غير ما أفكر في أي حاجة تانية بره. أنا ما أعتقدش إن جت مرة في حياتي كلها حجز أنا كنت مثلا إيه، أنا دايما لما بنزل حجز ببقى عارف إن في مشاكل في البيت أنا هربان منها. مم. وفعليا انا مفيش حاجة نزلت وانا عندي مشكله غير لما كنت ناسيها تماما. ولما بروح انا مش فارق معايا أي حاجه غير ان انا عملت اللي في دماغي ونزلت واتبسطت ورجعت بقى ايه اللي كان في البيت او ايا كان اللي كان مستنيني. انا الحجز بالنسبه لي وبالنسبه لكل الرجاله ممكن يكون بالنسبه لناس تانية هو شيء متعب، وانت ليه بتتعب في نفسك ساعتين وبتاع. هو بالنسبه لنا انتوا مش فاهمين، بالنسبه لنا احنا مهما نتخبط مهما نتعور مهما هنتعب احنا مبسوطين ومبسوطين فشخ. مم. بالنسبة لنا احنا في أقصى درجات السعادة لأن حرفيا انت فري سيرفي، فاهم. مم. فبس فده ليه بالنسبة لنا الحجز هو أهم شيء في حياتنا. هو من أهم الأشياء، لأن في حاجات فعلا مهمة، بحاجات كأولاد يعني، فاهم؟ مش بتكلم شيء بس كرجالة عندنا حاجات برضو، يعني زي ما اتكلمنا عن القهوة، فهي القهوة لا يضيع شيء في المتعة والحب ما يعني. أنا بص، هو أنا طبيعي لما أقول من يعني أهم حاجة في حياتنا ما هو فمش بالمعنى الحرفي هي أهم حاجة، فاهم. يعني فاهم، كترتيب أولويات كلينا يعني. أيوه آه، متفاهم. حجز الكورة بالنسبة لي هو مش مرتبط بأنت بتعرف تلعب ولا لأ، هو مرتبط بالناس اللي معاك. هو أنت معاك ناس أنت بتحبها ولا لأ؟ يعني عمرها ما كانت أنت جايب 10 يلعبوا حلو ولا لأ، أنت جايب ناس عشان تتبسطوا. هو أنت بتنزل تحزق وتموت نفسك وحاجات كتير من دي، بس في الأول وفي الآخر أنت وأنت بتدور على الناس، أو بتدور على الناس اللي جاية تلعب يعني كده، أنت بتشوف صحابك أول، أنت بيبقى عندك بلان كده: صحابي، بعدها الناس اللي بيجوا يلعبوا معانا بس مش قريبين مننا أوي، بعدها الناس اللي هو للأسف هنجيبهم لأن مفيش عندنا حل تاني غير إن إحنا نجيبهم. فحجز الكورة فحجز الكورة هو زي القهوة شوية، في حتة إن أنت بتلم الناس اللي أنت بتحبها برضه. أنت أكيد دايما يا بنزو عندك الحجز اللي أنت عمرك ما هتنساه من قوة الماتش اللي أنت لعبته او من كتر الحماس اللي كان في الماتش ده، والجوان رايحه وجوان جايه وتنافسيه. فكلنا بقى حاجه زي كده هو كانت ماشيه ازاي. هو أنا لعبت ماتشات كتير حاجة زي دي، بس هو كان في ماتش معين، كان شخص ما، يعني إحنا ما كناش بنلعب زي إحنا العادي لما بنيجي نحجز بيبقى 10 مم. صحاب رايحين نلعب عادي سوا. بس الحجز ده إحنا كنا رايحين نلعب فرقة ما، وكان معايا فريقي المفضل، يعني لو الناس اللي بتلعب معايا اللي هم الناس اللي أنا فعلا بحب ألعب معاهم، معايا أكتر ناس صحابي، أكتر ناس بحب ألعب معاهم يعتبر. فأنت رايح تمام. وبتلاعب عيال بشكل ما شايفين نفسهم، أو عاملين فيها وبتاع. وأنا أصلا اليوم ده أنا ما كنتش رايح ألعب، اليوم ده أنا كنت تعبان وكنت رايح أتفرج. أنا نزلت بالصدفة، فاهم؟ فأنا نزلت، أنا كنت بحزق على كل كورة. الحجز ده تقريبا كنت صورت منه، كان اتصور منه حاجة قبل كده كنت بعتها لك يعني.
فكان ده تقريبا انا فاكر الحجز اللي انت بتتكلم عليه ده عامة. من انت كنت احكي لي قبل ما تنزل. كنت من اكتر الحجوزات اللي انا كنت نازل ان انا مش هخسر. انا هكسب انا هكسب الماتش ده لو هموت. وفعلا نزلنا، كنا كسبانهم بتاع فرق 6 باين ولا فرق 5، وكسبنا. وده كان المهم ساعتها. ما كنتش بفكر ان احنا ساعتها بقى ما كنتش بفكر في قوة الصداقة والكلام اللي كنت بقوله في الاول ده. لا، انا ما كنتش عايز الناس دي تكسبني. ما كنتش هقدر، فاهم؟ ما كنتش هنام. والله كنت هقعد اسبوع مش هخسر من الناس دي. بالفعل لعبنا ماتش حلو فشخ، كلنا كنا فاهمين بعض، كنا عارفين نواصي، كنا بنروح. فده يعتبر من احسن الحجوزات اللي كنت لعبتها، عشان كنت فعلا عايز اكسب. دي نقطة مهمة، ان انت فعلا الحجز ده هو ممكن يكون حاجة تافهة او حاجة عبيطة، بس هي بتمثلك كتير. هي بتمثلك كحرب الساعة. انت عايز تكسبها لو بتلعب مثلا فريق ما بتحبوش، مش لو انت نازل مع صحابك. الموضوع بيبقى اخف شوية. هو بيبقى فيه حزق وبيبقى عايز تكسب، بس مش بيبقى زي ما بتلاعب ناس ما تعرفهمش او ناس شايفة نفسها او حاجات من دي يعني. متفاهم، ايوه. بص، برضه الحجوزات احنا ممكن نصنفها لكذا نوع. يعني مثلا حجوزات مع الصحاب دي بتبقى حاجة رايقة، يعني فاهم؟ بتبقى انت نازل تمشي كورة، تجرب لك دريبلز نيمار 2013، تشوط واحدة من بعيد. لكن في الماتشات مثلا زي ما كنت ولا بحكي لك عنها دي، ما بتبقاش كده. فدي الفكرة. بص يا صفصف، ماشي. عندي برضو سؤال. دايما في حجز الكورة بيبقى فيه الشخص اللي بيحزق قوي، والشخص اللي عادي، فاهم؟ فانت لو هتصنف نفسك كحد من الاتنين، تبقى الشخص اللي بيفضل يحزق ويزعق طول الماتش وكده، ولا هتبقى ايه؟ بص يا منزو، هو مش يفضل يزعق. انا ما بحبش ان انا اخسر، بالذات في الكوره. انا بالنسبه لي ان انا اخسر ده شيء صعب. فانا ببقى نازل اللي هو انا ايه، عايز اكسب. في فرق لو انا بلعب مع اصحابي وناس قريبين فشخ مني، فانا ما عنديش مانع ان انا لو الحجز ده مهم ان انا ازعق ليهم واتكلم معاهم، ممكن الحوار يوصل لشتايم. كلنا متقبلين ده وفاهمين ده. لو نازل مع ناس ما اعرفهاش او مش صحاب قوي، فانا بحاول ان انا اللي هو ايه، مجرد ما بحس ان الناس ديت انا مش عارف او مش هينفع اتكلم معاهم لان هم اكبر مني او مش صحابي، فانا بقرر افكس وبلعب لوحدي. مم. او لما بلاقي ان الفرقه اللي معايا مش افضل شيء، انا برضو بقرر افكس والعب لوحدي. مم. كمثال يعني، مع كامل احترامي لحبايبي كلهم، مانو، بودي، الرجاله، اخر حجز ده، انا في اول الحجز كنت بقعد يعني ايه، بجري مانو والعب له الكوره. هو قبل الحجز قال له انت قلت له بتفكر في ايه؟ قام قايل لك بفكر في الكوره الانفراد اللي هضيعها. هو حققها حرفيا، لعبت له كوره قدام الجون ضيعها. آه. يا اسطى بلاش من الحجز ده، لاني كنت جاي نايم فيه وتقريبا ما جبتش جون، ما جبتش ولا جون. انا كنت عملت يس. انا كنت انت عارف يعني الترند، بتاع واحد الحسن الحسين وبتاع. اه. انت عملته بس في تضييع الكور بقى. لا، بس عارف انت الترند بتاع خميس كوكو اللي هو بص يا اسطى. هو كده قام ضايع. يا اسطى انت بجد، انت واقف في وش مفيش حد غيرك انت وعلي خربش، اللي هو مش حارس، والكوره اقول بس خلاص خسرنا، الاقيك فجاه قمت مطلعها في السماء، يا جايبها في الكرسي اللي على الشمال خالص. جاي لك ولا مطبق. المهم يعني ان الحجز ده يوميها كان من اعبث الماتشات اللي انا لعبتها في الحجوزات اللي لعبتها في حياتي. الكرة تطلع فوق، الكرة تتحدف في خرابة في مدرسة مهجورة وترجع لنا بني آدم. في قوة ما يا اسطى، في حاجة غريبة فشخ يا اسطى. الكرة اترمت في حتة مهجورة، فجأة من اللا شيء اياك واحد بيحدفها لنا وبيطيرها بقى، مش بيدخلها عندنا الملعب، بيطيرها فوق في الشبكة اللي فوق. الكرة اللي مين؟ طلعت فوق الشبكة. أول حجز الكورة يكاد أكتر حاجة مرعبة بنمر بيها، بس مش بنعرف إنها مرعبة لأننا بنكون بنضحك. إحنا بنكون واخدينها كجوك. بالظبط. او احنا لعبنا في اماكن انا متاكد انها لو احنا قررنا ان احنا نروح الاماكن ديت، او حد قال لنا تعالوا المكان ده بس مش هتلعبوا كوره، فاحنا هنخاف. المهم خلونا احكي لكم عن ان انا اخر حاجزين جمعوني الحاجزين الوحيد اللي جمعوني بمنزو فيها. اول الحجز الاخير، خلينا نبدا الحجز الاخير. كان للي مش عارف مين، فكنت انا والخرابيش عامة بص، رجال معا نستطيع. بلاش أسماء عشان ما حدش مهتم، اه، محدش يعرفهم. رجال معا نستطيع بالكامل موجودين. فكنا متجمعين حرفيا كلنا في اخر حجز ده، وقررنا ان احنا هنبدا الماتش.
والدنيا كانت ماشيه في الاول ايه، بقوه الصداقه. يعني مثلا بودي كان في انفراد قدام الجون، هو والله العظيم هو الحارس، فاما مثلا ايه مواسيها في رجل في فخده حازم مثلا، فايه الكرة بترجع. اسمع بقى ده انت ما كنتش جيت وقتها. كنت اتأخرت عليك الكرة الساعة باين. الكرة يا اسطى، الكرة كانت مع، احنا مش بقول لك احنا اول ماتش كنا بنلعب بكوت صداقة، الكرة كانت مع حازم، فبيحدفها فقامت خابطة في راس بودي باين او رجل بودي، وقامت راجعه لي وقمت حاططها بوش رجلي في الجون، فاهم؟ حاجات كده غريبة، الكرة تيجي بودي يشوطها تيجي في العارضة تخش جون. اه فاحنا كنا بنلعب بكوت صداقة يوميها عامة. اموت انا في كابتن كاردو انشيلوتي. ويوميها يا اسطى ادهم بسم الله ما شاء الله يعني، آه... يعني بيطلع الهجمة، اديله الكورة يا ما يستلمهاش، يستلمها يضيعها، ويقوم باصص لي بصة ندم، اللي هو عامل كده كده باصص لي بندم كده، اللي هو بحسرة كأنه بالندم. ضيع كأس العالم مثلا، فاهم؟ انا خذلتك. وكل ما الكورة تبقى في ايد علي خربش، يقوم شايطها بايد علي، ويقوم قايل لك فاموس فاموس يا ابني، احنا بنلعب بحجز ب 150 جنيه فهنعمل معاه. آه. فالمهم يعني يوميها كان حجز في منتهى هو الغرابة كان كوميدي فشخ بصراحة. والكرة طلعت فوق طبعا في الشبكة، اتحدفت لنا بقوة غريبة، احنا مش عارفين ان هي كانت الكرة ضايعة في اللا شيء، وجات لنا من اللا شيء حد حدفها لنا، احنا مش عارفين ايه هو. المشكلة ان احنا في الآخر وهل برضه. من الطبيعي ان يكون في بني ادم في، يعني الكرة احنا كنا في حتة عالية والكرة وقعت في حتة واطية، فانا مش عارف هل من الطبيعي ان لما يكون احنا عاليين عن الارض، الملعب عالي عن الارض فشخ، فيقوم حد حدف لنا الكورة فمش يدخلها لنا الملعب، يطلعها لنا في السبك اللي فوق. فانا مش فاهم قوة ايه اللي حدفت لنا الكورة في مكان مهجور في مدرسة مهجورة باين. فانا بجد مش مركز فاهم. شباب السلام. ايوه. من المواقف العبثيه، هو كان حجز كله مواقف عبثيه، ان في احد الاشخاص اللي كانوا معانا في الحجز، مش هنقول اسمه، هو يعرف نفسه، كان بعد الحجز في فرقه نازله بره وكان ناقصهم حد، فصاحبنا ده عرض نفسه عليهم، فالراجل بكل تلقائيه قام قايل له انت مالكش فيها والتعبان ومش قادر تاخد نفسك. الحجز ده كله عبث في عبث في العبث بس. وكنت كل ما مثلا اجيب جون او حاجه تحصل او رقص حد عليا، الاقي في شخص طويل فشخ كده شبه ايرين واقف ورايا بيقول لي مالكش فيها، ابص ورايا الاقي اخر ابوه شايفه في ظهري. والله ولو عارف يا اسطى، ولو عارف مش علي عارف هيبقى عبد الرحمن، فاهم؟ هما بيبدلوا مع بعض. هو يعني هو حاجه كده حاجه طويله فشخ تمام، شعرها طويل، وبتقول لي ايه بتقول لي مالكش فيه. عارف يا اسطى الوش الايموجي اللي هو السمايل اللي كان بيتركب على كوبار سيف مدافع برشلونه، اللي هو السنتين ده، بلاقي حاجه بتضحك لي بنفس الشكل بتقول لي مالكش فيها. يا ابن الحلال انا مرقص خمسه يا ابن الحلال وجاب جول، مالكش فيها مالكش فيها. انت مشخصنها معاه، انت مش طايقه عشان بيقول لك مالكش فيها، انت كده مشخصنها باين قوي. لا انا مش شخصنها معاه عشان كنت شايط كوره بشمالي في ال 90 وصدها خبطت في راسه بالغلط، وانا اول مره اشوط كوره بشمالي حلوه كده. الكوره انا ما زعلتنيش كلمه مالكش فيها، اللي زعلتني ان هو شط كوره بشمالي انا مش بعرف اشوط بيها. يا دين امي. ماشي. المهم يعني فخلينا ننتقل من الحجز ده إلى الحجز الأول اللي جمعني بمنزو، كانت أول مرة أشوف فيها منزو. ايوه، اموت انا في الحجز ده اللي كنت بلعب فيه حد. أنا نسيت أقول إن منزو جاله 10 كور ضيع منهم 15 في الحجز الأخير عشان بس قبل ما يفرح وبتاع. هو جاله 10 كور حرفيا، أقسم بالله بكل الأوضاع على يمينه وعلى شماله، ومفيش حد معاه هو والجون بس، وكان بيشوط في السماء مرة يا اسطى في كنت بره الجون يا مرة، اسطى يا اسطى يشوطها في خلي الحمام خليك حقاني وقول المهجور. ان انا كنت جاي نايم. قول لهم ان انا ما نمتش 48 ساعه باين. ما كانش نايم غير كان بيطبق لمدة يومين، صح. وكان جايب بتيشيرت الكاميرون وكان عامل صمم شبه القط. الزومبي، فكانت حالته صعبة عامة، فأنا عذره. شكرا. ماشي ننتقل إلى الحجز الأولاني اللي جمعني بمنزو. الحمد لله. الحجز ده احنا كنا بنلعب في ملعب ب 70 على جنيه صفح استنى الأهرامات. استنى استنى. انا اول مره ادفع في حياتي 70 جنيه في ساعه حجز كوره لوحدي، مش احنا العشرة دافعين 70 جنيه، الواحد دافع 70 جنيه. ودي حاجه حبيت انوه بيها، لان ال 70 جنيه دول لسه واجعيني لحد دلوقتي، انا كل ما افتكرهم
بتعب نفسيا وببقى عايز اروح اتعالج بسبب ال70 جنيه دول بس. كان في واحد حبيبنا هو اللي حاجز الملعب ده. منه لله، و- يا رب يولع. والملعب ده مسافة الأهرامات، وبنشوف منه الأهرامات واحنا بنلعب. فالساعة كانت عاملة 1000 جنيه، الساعتين كانوا عاملة 1000 جنيه، الساعة كانت ب 500 جنيه. في الطبيعي أي ملعب في الدنيا أنا لو هدفع فيه 1000 جنيه، فأنا هجيب الملعب اللي عاملين عليه باللي مشتريينه يجوا يتحزموا ويرقصوا لي في نص الملعب، وأنا أقعد أحط رجل على رجل بسيجارة حشيش مثلا. منطقي منطقي وحق. فرحنا بنلعب ملعب سباعي، يعني مش ملعب كبير، هو ملعب سباعي عادي مم. بس كبير يعني. فبنلعب طبعا. اخيرا كان حاجز لنا في عز الشمس ومدفعنا 1000 جنيه. بس يجي كده هو يعني فاهم. هو متفاهم طبعا. كان المهم الحجز ده بقى ايه، كان مليان حاجات غريبه يعني. كان معانا واحد صاحبنا اسمه زياد جمال. فزياد جمال ده ما بيلعبش كوره، ده صاحبنا عامه. فزياد جمال ده مش لعيب كوره، زياد جمال ده بيلعب بوكس. كان جاي فاحنا كنا يضربه. ناقصين. اه فاحنا كنا ناقصين، وقلت له يجي معانا وبتاع. فقلت له تعالى وبتاع، وجه. يعني منزو كان في اول حجز عامل الشغل حلو. فقلت له شايف الولد ده؟ قال لي اه. تضربه بكل بساطه كده، اصل احنا مش قادرين يعني، مش قادرين لسه نتناقش وبتاع. انا قلت له بكل بساطه شايف الولد ده؟ تروح اضربه. هو ما بيفهمش ان انا اقصد ان هو يضربه بالكرويا، هو كان بيخش على منزو بكوعه، وكان بيلعبوا كيك بوكس في الملعب. الحمد لله. والحجز ده انا اتاذيت فيه نفسيا اكتر من يعني جسديا اكتر من نفسيا. انا علي كان لسه خارج، كان لسه فاضل له يومين ويخرج من الجيش. فكان بيطلع كل غله من الجيش وتدريباته عليا. كل ما اجي اجري هجمه الاقيه خابطني كده في رجلي، يقوم ماسكني من التيشيرت كان يقطعه لي. بحط بطه على الاسامي اللي انا بقولها. كل ما اجي اجري عادي. الاقي تيمبو بيشدني من التيشيرت. في إيه يا جدعان؟ انا تيمبو كان يقطع لي التيشيرت يومها يا والله، فانا ابني بجد. تيمبو اتصاب 3 مرات من اصل 4. اه يا تيمبو. تيمبو تيمبو كان استلم. عامل زي يا كده. اسطى يا اسطى، لا هقول لك تيمبو استلم الكورة 4 مرات اتصاب في 5. بجد. تيمبو يا اسطى، احنا اول نص ساعه ببص على وش تيمبو، لقيته احمر فشخ. والله لقيت تيمبو قاعد بره مريح ومتصاب بتاع 7 مرات ووشه احمر بطريقه. فانا كنت مستغرب والله يعني. المهم كنت كل ما اجي اعدي من حد الاقيه ماسكني من التيشيرت، يا يقوم مثلا ضاربني. فانا عادي يعني، احنا كلنا حبايب واخوات. لحد ما كان ايه معايا زياد وعلي خربوش. اه. علي خربوش اه. و... وسقا. فانا طبعا يعني انتوا مش عارفين الناس ديت مين، فده اللي ما اعرفهمش هم ناس صحابنا وبتاع. فانا كنت قايل هي مهمه واحده بس انا سامر. علي خربش اقف في الجون، زياد جمال اضرب منزو، سقا خليك معايا، انت الوحيد اللي بتعرف تلعب كوره خليك العب معايا. فك. كان واحد، وكان واحد تاني صاحبنا هو قدام يعني. مم. فهي كانت مقسمه كده. ف قلنا لصاحبنا ده هو في قدام، انا هبصي لك يعني الكرة هتجيلك مني او من سقة. كل اللي ضيعها. مطلوب منك ان انت ايه تلمسها بس في الجول يعني بس. لو فكرت حاجة. فالكرة بتتلعب له جنبه، فبيقوم باصص لي وباصص للكرة والسقة ببصة اللي هو ايه. وبعدين هو عايزها وهي عايزاه، بس الاتنين مش عارفين يوصلوا لبعض. كان بيمثلنا كده بالظبط. مش قادر. فالمهم ادهم يوميها كان كالعادة بيمارس هوايته المفضلة ألا وهي الكذب والصياح وأكل مال اليتيم. فبكل بساطة أدهم جه يوميها كان كل اللي بيعمله إن هو يشوف حازم فين ويقوم عامل على رجله تاكلينج مم. بس. يشوف مثلا منزو فين ويقوم عامل عليه تاكلينج. ف وبتبقى فاول ويقول إنها مش فاول وبتاع، وإنه لاعب على الكورة وهو شخصية وسخة كده وبتاع. مم. وحازم جه، كان في تحدي ما بيننا كده على جروب ما نستطيع، انا وبودي ان احنا هنكسب حازم وبتاع، وان حازم وينا كسرنا عينا وبتاع. فدخلنا الحجز. لقيت حازم في اخر شويه ايه، اللي هو كان فرق واحد او فرق اتنين لينا. ولقيت حازم
بيلعب. عارف انت في فرق بين ان انت بتبقى بتلعب وان انت بتبقى بتلعب، فاهم؟ مشخصن الحوار. مم. لقيتك انت وهو انتوا الاتنين بالذات مشخصنين الحوار فشخ، مشخصنينها بشخصيه لو انتوا مش لا عايزين انا تخسروا. لا انا فعليا ما كنتش مشخصنه، انا الحجز فعلا ما كنتش مشخصنه. هو حازم كان مشخصنها، هو حازم كان في دماغه. لكن اصلا انا حازم جاي لي بعد الحجز بساعه، بعد ما انا كانت طاقتي خلصت. احنا لعبناها في ساعتين في ملعب سباعي، وفاهم انا بجري رايح جاي طول الملعب. فانا فعليا ما كنتش قادر اشخصنها، لكن حازم كان لسه في صحته، فانا ما كنتش قادر ان انا جريه يعني. فيعني بالظبط فالمهم ان يوميها حازم ومنزو كانوا مشخصنينها، ومنزو الى حد ما كان مشخصنها بس ما كانش عنده باور ان هو يشخصنها، فكان بيلعب هو وحازم بس. وانا فاكر ان هو كان بيقول، يعني انا فاكر ان كان في حد قايل لعلي ان هو يفضل واقف ورا بس، علي هشام، وان هو كل ما يشوفني يقوم ضاربني. معرفش هو ده حد اللي قال له كده ولا ايه، بس انا فعلا انا كنت، انا علي ده لو مش صاحبي يوميها وان انا مش بحبه، انا كنت استغرب فشخ هو ليه بيعاملني كده. يعني بجد ليه يا اسطى؟ ليه؟ ليه الاذى؟ فبس بكل بساطة يوميها حازم كان مشخصنها وهو ومنزو. كان آخر نص ساعة في الحجز، كان حازم يجري، أنا منزو يستلم وهم عامل عليه تاكلينج. المهم يعني إن هو كان حجز جامد، وإن آخر نص ساعة كانت عبارة عن شخصنة بس. وأنا كنت فعلا بجري أهاجم، ولما بلاقي حازم بيجري عشان يجيب جون، فانا كنت بجري ادافع علشان انا متاكد مع كامل احترامي ان ادهم ده يعني لا يؤتمن على حاجه، فمش هيعرف يقطع كوره، ممكن بس يدبدب في الارض ويقول انها فاول. فكنت بجري ارجع ادافع واقطع الكوره تاني واردها لصاحبنا اللي قدام، فيعني بيحتاج لها توك توك عشان يلحقها. مم. فبس يعني بالطريقه ديت الحجز انتهى. بس يعني في الأول وفي الآخر حجز الكورة هو حاجة احنا بنروح لها كمغرب، أو حاجة احنا بنعملها عشان نكون في حالة نفسية أفضل، أو بنحاول نكون يعني مرتاحين شوية، أي حاجة تخفف عننا. وحجز الكورة عمره ما كان مقتصر على ناس ولا مكان. حجز الكورة هو حاجة ممكن تعملها مع أي حد حتى لو متعرفوش. بس كده. دي كانت حلقة خفيفة قوي قوي، ومش حلقة نعتبرها إنها حلقة تقيلة من حلقات ما نستطيع أو رجال تعرف المستحيل. هي حلقة بس بسبب المشاكل اللي حصلت في الحلقات اللي قبل كده واللي أنا هقولها قريب. وبس كان معكم منذ صفصف من بودكاست رجال تعرف المستحيل، الذي تنتجه معا نستطيع الإنتاج الفني اللي أنا أرقصها. ولو محدش عاجبه الكلام ده يشرب من البحر. وبس كده، سلام. حياتي. باي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباحك معطر. بتفتح تزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السلام عليكم. بعد غياب